أي طفل في الدنيا بيحب قوي إن هو يروح ياكل في ماكدونالدز علشان اللعبة اللي بتكون في وجبة الهابي ميل بتاعته. إلا الطفلة دي، أنا علي، هو بشتغل في ماكدونالدز، واللي حصل ده مستحيل أنساه في يوم من الأيام. كنا يوم التلات اللي فات، بصيت لقيت عربية وقفت قدام المطعم. وقفت شوية صغيرين، وبعد كده لفت وجاتلي من الباب اللي ورا عند الشباك اللي بيطلبوا منه الأوردر اللي بياخدوهم في العربيات. لقيت واحد بينزل إزاز العربية وقاعد هو اللي بيسوق. شكله غريب قوي، بيحاول يقلد مايكل جاكسون، حتى في لبسه وفي طريقة شعره، حتى في كمية الميك اب اللي حاططها على وشه، ولابس نضارة شمس. شكله كان غريب جدا، وريحته كانت وحشة جدا جدا لدرجة ان هي كانت وصلاني جوه في المطعم. انا كنت قرفان منه قوي. فجأة لقيته قلع نضارة الشمس وابتسم لي ابتسامة مرعبة، وقام قايل لي: انتوا فاتحين النهاردة؟ قلت له: ايوه يا فندم، اهلا بحضرتك في ماكدونالدز، اوردر حضرتك ايه؟ قام قايل لي: انا عايز هابي ميل، وجبة اطفال. لقيته بيحاول يقلد في صوته صوت مايكل جاكسون. قلت له: طيب اسجلها باسم مين؟ قام قايل لي: قول لي مايكل وسجلها بمايكل. حسيت ان انا دخت كده من الاستغراب. انسان شكله غريب قوي، في اسلوبه وفي شكله، حتى في طلبه. قلت له: حاضر يا فندم، ربع ساعة وطلب حضرتك هيكون جاهز. لقيته فجأة بص لورا. ببص بيشوف مين؟ لقيت في بنوتة صغننة قاعدة ورا، بس كان شكلها حزين قوي. ولقيته بيقول لها: انتي ليكي طلبات تانية يا حبيبة بابي؟ البنت شاورت يمين وشمال عشان تقوله لأ. لقيته فجأة اتنرفز جدا، وقام زعق لها جامد وقعد يزعق ويقول: لما بابا يكلمك تردي عليه. قعدت تعيط وتقول له: انا عايزة ماما، وديني لماما. قام قايل لها بهدوء: ما عادش فيه ماما، انتي مش عارفة ان ماما مش بتحبك؟ بابا بس اللي بيحبك. اسمعي كلامي وانا هوديكي الملاهي يا حبيبتي، ما تزعليش. اجيب لك حاجة تانية غير الهابي ميل؟ هيكون فيها لعبة جميلة. بابا بس اللي بيحبك، ماما مش بتحبك. وقام مدور وشه ليه وقام مزعلي وقام قال لي: خلاص، العرض اللي انت كنت بتتفرج عليه خلص، خلص يلا الوجبة بسرعة. قلت له: هي البنت دي بنتك؟ قام شخط فيا وقام قال لي: خليك في حالك، ملكش دعوة. ولقيته اتنرفز جدا. انا استغربت من طريقة البنت وعياطها، ومن اسلوبه معاها. حتى من كتر ما البنت كانت متنرفزة وبتعيط كان جسمها كله بيترعش. فكرت ان انا اعمل حاجة واحدة بس، وقمت قايل له: حاضر حاضر، 10 دقايق بالظبط وطلبك هيكون جاهز، انا اسف جدا. ولقيته دور وشه ليها وقام قايلها: شفتي، بعد ما تاكلي الوجبة بتاعتك وتلعبي باللعبة هوديكي الملاهي عشان تسمعي كلام بابا بس. رجعت بخطوات بطيئة لورا، وبسرعة فكرت اني اتصل بالشرطة، ورميت قطع فراخ في الزيت علشان ما يحسش بأنا بعمل ايه. وفي الفترة دي كان بيغني ومشغول في الغنى. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I am the one. But the kid is not my son. And she says I am the one. But the kid is not my son. Na 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 na. اتصلت بالشرطة بسرعة وقلت لهم ان في واحد تقريبا خاطف طفلة صغيرة، وان هما ييجوا بسرعة على فرع ماكدونالدز. سألتني، قالت لي: هو معاه أسلحة؟ قلت لها: لا، لحد دلوقتي مفيش معاه أسلحة، مش شايف أي أسلحة معاه، بس تعالوا بسرعة لأن البنت بتعيط. فجأة لقيت خيال ورايا ولقيت البنت بتصرخ جامد. لفيت وشي لقيته طالع لي من نص الشباك وجايب جسمه كله عليا، وفي ايده سكينة حادة جدا. وفجأة قام قايل لي: أنا مش قلتلك خليك في نفسك؟ أنا مش قلتلك ما تتصلش بالشرطة وخليك في نفسك؟ وفجأة لقيته هجم عليا وفي ايده السكينة وعايز يخبطني بيها. الموبايل وقع من ايدي، بس كانت الشرطة لسه معايا على الموبايل، سمعته وسمعت كل الحوار اللي بينا. ولقيته بيقول لي: أنا هقتلك،
أنا هقتلك علشان بلغت الشرطة، كده هياخدوها مني ومفيش حد هيقدر ياخدها مني. قعدت هدي فيه وأقول له اهدى اهدى، ما توديش نفسك في داهية. قعد يصرخ ويقول ليه كلكم عايزين تاخدوها مني، ليه كلكم عايزين تاخدوها مني، أنا لازم أقتلك. وفجأة ضربني بالسكينة، بس السكينة جت في دراعي وفتحت دراعي جامد، بس أنا لميت كل قوتي فجأة وقمت جاي خبطه في راسه، والخبطة جت في مناخيره ومناخيره نزفت جامد. هو من شدة الألم السكينة وقعت من إيده في اللحظة دي. جريت بسرعة وقمت واخد السكينة من على الأرض وقلت له ما تتحركش خطوة واحدة لورا، لو اتحركت خطوة تانية هخبطك بيها، الشرطة جاية حالا. وفعلا بعد دقايق بسيطة جدا الشرطة جت وخدوه وودوا البنت اسم الشرطة، ومامتها خدتها من هناك. واللي عرفته بعد كده ان هو فعلا كان باباها، بس كان مهووس بمايكل جاكسون وكان بيعمل مشاكل كتير وما كانش بيشتغل، وكان دايما بيضرب مامتها ويعذبها. ولما مامتها اتطلقت منه خطف البنت منها علشان يذل مامتها اكتر. بس بصراحة انا مبسوط جدا ان انا انقذت حياة البنت، بس للأسف مش هقدر انقذها من ذكرياتها مع الاب المجنون ده. ولحد هنا تكون خلصت قصتنا النهاردة يا أصحابي، ودي أحلى التعليقات اللي جات لي الفيديو اللي فات، أنا بشكركم جدا عليها. وما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب وتشيروا القصة لأكبر عدد من أصحابكم. استنوني القصة الجاية، سلام.